واو، يا سلام على ماتش البارح ديال باريس سان جيرمان في ربع نهائي كأس العالم للأندية. 2-0، نتيجة مزيانة بزاف. ماتش كان فيه ما يتشاف صراحة. وخا ديمبيلي هو اللي ماركا البيت الثاني وكل شيء هضر عليه. المصادر اللي قرينا كتهضر لواحد البطل آخر يمكن ما بانش بنفس القوة في الأضواء. فعلا التحليل ديالنا بين أن أشرف حكيمي المصادر كتوصفه بأنه القلب النابض لباريس في ذاك الماتش، ماشي غير لاعب عادي، هو الدينامو، زعما واخا هو ما مسجلش. هادشي مهم بزاف، يعني ماشي ديما البوت هو كل شيء. تماما، وهادشي اللي بغينا نحلولوه اليوم، كيفاش حكيمي كان هو ذاك المفتاح ديال الرباح، كيفاش كان السر. يلا نبداو بالهجوم، خصوصا داك البيت الثاني. كيفاش كان حكيمي هو المحرك ليه؟ شوف، البيت الثاني ديال ديمبيلي في الدقيقة 90+6 راه الأصل ديالو الانطلاقة كلها كانت من عند حكيمي. الطريقة باش داز من 3 ديال المدافعين، فهمتي، واحد المهارة عالية وسرعة. شفت ديك اللقطة كانت واعرة بزاف. وخلق المساحة لديك التمريرة الدقيقة لديمبيلي. المصادر كتسميها تمريرة ساحرة، يعني ماشي أي تمريرة. بصراحة هادشي كيبين شحال هو مهم هجوميا. وماشي غير هادي، حتى قبل في الدقيقة 18 راه كانت عنده واحد الفرصة خطيرة، خدا كرة من عند باركولا ومشى بها، بانت السرعة ديالو والقدرة على الاختراق، زعما خطر دائم على الدفاع. واخا هاد القدرة الهجومية واضحة، ولكن هنا فين كاين واحد السؤال كيطرح راسو. مني لاعب كيكون هجومي لهاد الدرجة، خصوصا ظهير، ما كاينش تخوف على الجانب الدفاعي، خصوصا الفريق كمل ناقص من بعد؟ سؤال في بلاصتو، ولكن هادشي اللي مثير للاهتمام في أداء حكيمي واللي كتركز عليه المصادر هو داك التوازن. حكيمي ماشي غير هاجم ونسى الدفاع. كيفاش زعما؟ كان فعال حتى في الدفاع، شارك بزاف في الضغط العالي، قطع كرات مهمة بزاف، يعني تدخلات دفاعية حاسمة في وسط الماتش. هاد الشيء كيبين واحد الوعي التكتيكي كبير عنده. يعني ماشي غير طالع وصافي. لا كيرجع وكيغطي، عارف واجباته الدفاعية مزيان. ومعروف أن باريس لعبوا ناقصين، طردوا ليهم 2 لعابة، ويليام باتشو في الدقيقة 82 ولوكاس هرنانديز في الدقيقة 90+2. كيفاش أثر هادشي على حكيمي وعلى الفريق كامل؟ أكيد أثر. الضغط كيتزاد ملي كتكون ناقص عدديا، ولكن هنا فين بانت القيمة ديال حكيمي كثر وكثر. وحداك النقص العددي وداك الضغط ديال آخر الماتش هو ما بانش عليه التراجع، بالعكس المصادر كتقول كانت عنده روح قيادية، كان كيحفز اللعابة الآخرين، كيجري في كل بلاصة في التيران باش يعاون في الدفاع والهجوم ويحافظوا على التماسك ديال الفريق. أيوة، هذه هي الروح اللي كتبغي في ماتشات كبار. تماما. وطبعا ما نساوش الدور ديال دوناروما في البطو، الحارس كان حتى هو حاسم، ولكن التنظيم الدفاعي في دوك الظروف كان فيه مساهمة كبيرة ديال اللاعبين بحال حكيمي اللي عنده ديك القدرة البدنية باش يغطي المساحات وداك الذكاء التكتيكي. وفعلا حتى ديمبيلي مورا الماتش شكر الدعم ديال الحكيمي ليه، وحتى المدرب لويس انريكي كان الكلام زوين على الأداء الجماعي وخاص بالذكر الذكاء التكتيكي ديال الحكيمي. هادشي كيزيد يأكد هاد الصورة ديال اللاعب المتكامل. ونذكروا بالزربة أن البيت الأول كان ماركاه ديزيري دوية في الدقيقة 78، والماتش ما كانش سهل. بايرن سيطرات ولكن لقات صعوبات في الهجوم، وحتى ديك البينالتي ديال مولير اللي تحيدات بالفار. هاد التفاصيل كتزيد من قيمة الفوز وأداء حكيمي. بالضبط. الخلاصة ديال هادشي كامل، الأداء ديال حكيمي كان عرض شامل، فهمتي؟ كيجسد داك المفهوم الجديد ديال الظهير أو الجناح المتكامل، توتال وينج باك كما كيقولوا. شنو كتعني بيها زعما؟ يعني فعال في الهجوم، كيعطي حلول وكيصنع فرص، حاضر بقوة في الدفاع، تكتيكيا ذكي بزاف وما كيوقفش، كيبقى بنفس الريتم حتى لآخر دقيقة. هاد النوع ديال اللاعبين هما اللي كيصنعوا الفارق في البطولات الكبيرة بحال هاد.